ولا نوقف استخدام ديكلوفيناك ونستشير الطبيب فورا؟ فكرة ان انا ادي مسكن، هو المسكن مجرد مسكن وخافض للحرارة بيقلل الاعراض، لكن التشخيص لازم الدكتور يشخص السبب او سبب الحرارة. اي دواء في الدنيا ممكن يعمل تحسس، فلو عنده حصل طفح جلدي منه او الام شديدة جدا في البطن، ودي نادرا ما تحدث، فده ممكن يكون من اعراضه، فبالتالي بنوقفه مباشرة ونتوجه للطبيب ونستشيره. لو الطفل بياخد أدوية تانية، هل في تدخلات مع ديكلوفيناك؟ كل مضادات الالتهاب والتي تخفض هذا الإيبوبروفين أو الديكلوفيناك من الحاجات اللي ممكن تتعارض مع أدوية السيولة، أدوية الكلى، مع لو الطفل عنده مشكلة مزمنة في الجهاز الهضمي، لو الطفل عنده أنيميا الفول، كل دي حاجات ما بنحبش ندي فيها الديكلوفيناك ولا أي مضاد التهاب، بندي مجموعة الباراسيتامول فقط.